مساكم الله بالخير جميعا. أحببت أن أنقل لكم اليوم قصة تدل على وفاء البادية في الكلمة وصونها. سنة من السنين قتل رجل عتيبي من الروقة رجل من قبيلة سليم، فألحقوه سليم ولجأ إلى رجل سلمي وأدخله. الرجل السلمي يسمع عواض اللي يدخل الروقي، طالبوه بني عم سليم في دم بني عمهم، فرفض قطعا أنه يسلم دخيله أبدا. قعد الدخيل عند السلمي مدة والله ما أدري كم، ولكن حصل يوم من الأيام دعاه أمير سليم إلى عياد، حفلة عياد. دعا السلمي، قال عواض الدخيله: أنا ما أقدر أخليك وراي، أخاف يعقبوني العرب يذبحونك يأخذون بثارهم. قال له دخيله: بروح وياك واللي يجي من الله حيا. وصل عواض مع رفيقه اللي اسمه راضي للحفل، ولاحظوا بعض الناس وجود راضي اللي هو قاتل السلمي. وبعد عشاء حفلة العياد قام شاعر من قبيلة سليم قال: يا مرحبا بسليم والروقة، يوم اللفا عواض مع راضي، منهاج سماه طاروقه يحكم مثل ما يحكم القاضي. شاعر سليم هني يبين ان رجالكم المنشود موجود، القاتل موجود. تدارك الموضوع على طول عواض وقام قال: جناب ولا جناب مرفوقة، خلك عن الأجناب متغاضي. مرزقه في بطن مرزوقه وعويضه في بطن عواضي، مرزقه الفشقه بالبندق وعويضه الجنبيه في بطن عواض. وثمرت هالقصة هذه كلها كانوا البادية إذا قالوا كلمة يوفونها، ولاحظناه مع عواض السلمي ودمتم بود.